مرحبا بكم في قناة سودافوت. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. تعاقد نادي الهلال السوداني مع المدرب الروماني لورنتيو ريجيكامب ليخلف الكونغولي فلوران إيبينجي وسط تغيرات كبيرة منتظرة في الشكل الفني للفريق. تتقاطع الفلسفة الكروية وطرق اللعب بين ريجي وفلوران، حيث ظهر الهلال بشكل منضبط تكتيكيا مع الكونغولي مع كرة أقرب للكلاسيكية رغم تطور ملحوظ في التمركزات وتماسك الفريق. غير أن ريجيكامب مدرب من مدرسة مختلفة، مدرسة الهجوم والاستحواذ والضغط والإيقاع السريع في اللعب والكرة الجميلة التي تميز بها الهلال في حقب عديدة خلال تاريخه القديم والحديث. ريجيكامب مدرب لا يتنازل عن أفكاره. طريقة لعبه المفضلة 4-2-3-1 مع بعض المشتقات الفنية والتكتيكية، لكنه يتمسك بطريقة لعبه دون النظر للمنافسين. ثوابت ريجيكامب التكتيكية كثيرة وأغلبها هجومية. إحدى أفكاره التي تشبث بها في مسيرته التدريبية هي اللعب بلاعبي أجنحة داخلية insiders مع أدوار هجومية كبيرة للاعبي الظهيرين الأيمن والأيسر، وكذلك يعد وجود لاعب صانع ألعاب مركز 10 من أساسيات اللعب عند ريجيكامب، بعكس فلوران الذي لعب مباريات عديدة في الهلال بثلاثة من لاعبي الوسط أصحاب النزعة الدفاعية. لكن المؤكد أن طريق الروماني لتغيير شكل الهلال فنياً ليس مفروشاً بالورود، حيث سيحتاج إلى وقت وصبر كي يصل إلى ما يصبو إليه، وقد تصحب ذلك عثرات هنا وهناك. خلال اجتماعات مكثفة مع نائب رئيس الهلال وقائد مشروعه الرياضي محمد العليقي، تلقى ريجيكامب فكرة شاملة عما ينتظره وبنك الأهداف المرسومة في البيت الأزرق، كما أن الرجل سيحظى بصلاحيات واسعة وحماية كاملة من الإدارة في سبيل إدراك وصفة النجاح.